فما يحصل هذا أنا عانيت منه قبل يمكن سنتين وأكثر وأنا محافظ عدن. وكانت هذه المرحلة يعني 250 ريال كان يعني صرف الدولار 250 ريال، وكنا نعاني من هذه الاحتجاجات بس بشكل أخف شوية. ما بالك اليوم عندما تصبح يعني سعر الدولار 555 ريال يمني. صحيح. ايش تتوقع من يعني؟ طيب، وفي سؤال مطروح الآن سيادة اللواء، انتم قلتوا انكم بتأيدوا هذه الاحتجاجات اللي حاصلة الآن في محافظة عدن. تقصد كمجلس انتقالي؟ كمجلس انتقالي. نعم. أعلنتوا انكم بتأيدوا هذه الاحتجاجات؟ نحن كمجلس انتقالي وجدنا من أجل شعب الجنوب، وجدنا نحمل قضية شعب الجنوب بالأمم المتحدة بمجلس الأمن أمام أي منظمات إقليمية ودولية. طيب، ولكن داخليا نحن جانب مطالب شعب الجنوب طالما هي على حق. ممتاز. هل تعتقد أنه خروج أي أسرة عدنية أو أي يعني مطالب أي موظف يخرج بدون راتب يخرج يطالب، هل نحن نسكت؟ يعني أفهم منك أنه تأييدكم مطلق لهذه الاحتجاجات. احنا أيدنا حقوق الناس المظلومة هذه. أنا معك، أنت عندما تكون موظف لا يسد راتبك أولادك لمدة أسبوع، أنا لا أسكت، أشوف الحق قدامي وانتهك لا أسكت عليه. يعني تأييدكم كامل؟ نحن تأييدنا مطلق ليس كامل مع مطالب أبناء الجنوب. تأييد مطلق. وبناء عليه هذا التأييد المطلق لهذه الانتفاضات الحاصلة الآن في مديريات عدن المختلفة حيوصل لفين؟ يعني هل يمكن أن يتطور الأمر في تأييدكم لهذه الانتفاضة أو التظاهرات إنه مثلا ترجع الأمور كما المرة السابقة بصدام مع الحكومة ومع مؤيدي الحكومة؟ يعني عفوا، هل انتفاضة كلمة كبيرة؟ لحظة ولا هي اعتصامات؟ احتجاجات. في أعتقد في فهم خطأ للوضع. الأحداث الذي كانت في يناير قبل الماضية. نعم. قبل 8 أشهر حصل إننا كمجلس انتقالي دعينا إلى فعالية أو مليونية ضد حكومة الفساد، وإحنا كنا مسؤولين عليها كمجلس انتقالي. عندما وصلت الجماهير إلى موقع الاعتصام وهو مؤمن أمنيا وإدارة الأمن عارفة بهذا الفعالية وعندها إشعار وهي من يأمن الفعالية، هناك قوات نزلت تمنع هذه الفعالية بقوة السلاح، وحصل اصطدام بعدين عسكري. وحصل نعم. ما يحصل الآن هي احتجاجات شعبية حقوقية تلقائية من أبناء شعب الجنوب. هذا الفرق. عفوية والناس تعبر عن سوء المعيشة. صحيح. هذا التعبير. سابقا بدعوة كانت، حاليا مختلفة تماما. نعم. تسمح لي أول شيء نحييك ونرحب فيك، وأنت شخصية مرموقة ومؤثرة وفاعلة حقيقة. يعني أشرت للراتب، انتظامي يعني يوصل لأهل الجنوب الراتب شهري؟ يا ريت لو كان حتى كل شهرين، يا ريت لو كان الراتب منتظم ما حصلت هذه الاختلالات. الراتب احيانا يجلس 3 اشهر، احيانا 4 اشهر ويسلم لهم راتب. وين الخلل سعادة اللواء؟ من المسؤول يعني؟ احنا تكلمنا بشكل صريح. عندما نزلت لجنة أمنية سعودية إماراتية وقالوا ماذا يحصل؟ قلنا لهم الحكومة هذه تعذب أبناء الجنوب عذاب، وتكلمنا مع الرئيس هادي، يا فخامة الرئيس مش معقول كل دول العالم عندما تحصل أزمة بأي بلد يا أما تجيب حكومة حرب زي ما تفضل الصحفي، أو تجيب حكومة تصريف أعمال للخدمات. طيب السؤال هنا، لو يعني الحكومة تحدثت والله يعني مواردنا محدودة وإحنا في حالة حرب وغيره، يعني بعد يجب أن ننظر للطرفين. قالوها من قبل. هم لو قالوا شيء، بيقولون في حالة حرب مواردنا تكاد تكون محدودة، وضع البلد لا يساعد، التراكمات الماضية أيضا لا تساعدنا. صحيح. يمكن هذا يكون بعد أيضا رد للحكومة. بس عشان أنا بس أوضح هذه النقطة، في أكثر من مناسبة طرح هذا الكلام من قبل الحكومة إنه إحنا ورثنا إرث ثقيل من الفترة السابقة، الموارد محدودة بالفعل، في وزارات مثلا بتصرح إنه ما عندها موارد كافية للتشغيل، ولكن بالعكس يعني هذا أدعى إلى أن يجعل من الجهات الرسمية من الحكومة أنه تتصرف حسب الموارد المتوفرة. يعني لما تكون عندك وزارة معينة فيها وزير وفيها عدد من نواب الوزير، عدد كبير، ولما يكون عندك مثلا 100
وكيل او مش عارف كم، سياده اللواء يعرف بهذيك يعني انت تتصرف اكبر من مواردك، وبالتالي هذا يرد عليهم. على اي حال هذه نقطه حتستمر، ولكن احنا نريد الان معلش نريد الان حلول. اي ما بالضبط. يعني الان سياده اللواء يقول احنا كمجلس انتقالي غير مسؤولين عن هذه المظاهرات، الحكومه اليمنيه ايضا تقول غير مسؤوله عن هذه المظاهرات او هذه الاعتصامات، اذا ما هو الحل؟ وكانه سياده اللواء معلش وكانه المواطن وقع ما بين الحكومه الشرعيه وما بين المجلس الانتقالي الجنوبي في الوسط. الى متى سوف يستمر هذا الحال؟ سعاده اللواء. اخي العزيز، نحن المجلس الانتقالي وجدنا لحمل قضيه ابناء الجنوب سياسيا امام المجتمع الدولي. نحن جمعنا فصائل ابناء الجنوب المعبره عن استعاده دولتها. نحن لسنا حكومه لتصريف اعمال او حكومه حرب. لازم يعرفوا المجتمع الاقليمي والدولي اننا وجدنا لحمل قضيه ابناء الجنوب والدخول في المفاوضات كطرف رئيسي. نحن لو لم نوجد بمؤسسه واحده صحيه او خدماتيه داخل العاصمه او داخل الحكومه. ربما انه هذا يربك ايضا التحالف العربي ويفهم منه انه يعني معلش يعني انه انفصال او مطالبه انفصال او مطالبه كذا، وتفتحون جبهه اخرى في الغلاء في هذا الظروف يعني. لا دكتور، نحن موجودين قبل عاصفه الحزم، نحن موجودين الحراك الجنوبي قبل عاصفه الحزم الله يرضى عليك. والامم المتحده معترفه والمجتمع الدولي معترف. طيب. والمبعوث الخاص جلس امامنا في طاوله واحده. سوف نتطرق نحن ما نطلبش اعتراف، نحن الشرعيه هي الشعب حتى يفهم المشاعر. حتى يفهم المشاعر. نعم بنتطرق الى مفاوضات السلام والذي ده. طب الان سياده اللواء انا ارجع ايضا للنقطه، الحكومه تشد من جهه وانتم كمجلس انتقالي ايضا بقوتكم، يعني انتم ايضا لكم قوه في الشارع لا احد يستطيع ان ينكر، الحكومه تشد من جهه وانتم تشدوا من جهه والمواطن. هل انتم مستعدون والحوثي من جهه والحوثي من جهه والاصلاحيين من جهه؟ نعم، بس على اعتبار انه الان الوضع في عدن والمحافظات الجنوبيه الحكومه والمجلس الانتقالي، سياده اللواء هل انتم مستعدون لوضع يدكم بيد الشرعيه لتجاوز هذا الامر؟ لانه حتى التحالف سياده اللواء اصبح في موقف حرج بين الطرفين. نحن على استعداد لوضع يدنا مع الرئيس هادي. ممكن نضع يدنا بيد الرئيس هادي بوجود التحالف العربي كضامن. لما تستطيعوا انكم مثلا تتعاونوا اذا افترضنا انه حكومه احمد عبيد بن دغر، طبعا في يعني عشان نكون منصفين ليس الكل سيء، ليس الكل سيء، هناك نماذج جيده. هل مثلا قدمتم مبادره معينه للتعاون وتحسين ظروف الناس مع العناصر اللي تعتقدوا انها غير فاسده او انها مثلا كفؤه؟ هل قمتم بهذا الشيء؟ قبل لي حسنه يا وديع، قبل لي حسنه قامت بها الحكومه، مشان نروح نقول هذا الوزير كويس ولا ما في ولا شيء؟ ورينا يا اخي ملف الجرح قائم بملك يعني مركز الملك سلمان والهلال الاحمر. توصلكم المساعدات في الجنوب؟ المساعدات من المملكه ومن الامارات؟ شوف، الهلال الاحمر موجود والمركز الملك سلمان موجوده، لكن توصل المساعدات في الاماكن هذه اللي قد وصلت الى مرحله يعني تحت الفقر. انا افهم الكلام اللي تفضلت به بانه يعني الرئيس هادي لا نتحدث عنه، نتكلم عن الحكومه وحسن ادارتها للموارد المتوفره، يعني بمعنى ان الحكومه لديها موارد محدوده قد من هالجانب ننظر لها. طيب لماذا تكون لديها يعني مناصب مثل ما تفضل وديع، تكون لديها مناصب عده؟ الاموال هذه يجب ان تذهب للشعب وقدر المستطاع بحاجه الحكومه ان تكون شفافه تماما بمنتهى الشفافيه مع الشعب. الخوف هنا، التخوف هنا ان تستغل احزاب يعني كحزب الاصلاح، اسمح لي اسميه مرة بالضبط حزب الإصلاح، سيقول انظر ماذا فعل التحالف، وهذا ما يفعلونه باستمرار، يعني هذا نهجهم وهذا دابهم، يقولون انظر ماذا فعل التحالف، ويستغلون أي ثغرة، هو ليس ذنب التحالف وليس ذنب الرئيس، لكن للأسف من يتم وضعهم في بعض المناصب هم ينفذون أجندة الإصلاح اللي للأسف أنه يستغل مثل هذه الأمور لإظهار أمور معينة. طيب. وتنفيذ أجندات إقليمية، وهذه الأجندات الإقليمية تتناسب تماما مع الحوثيين. الآن ساعة حتى نكون يعني أيضا موضوعيين، احنا ما عندنا حد من الحكومة لكي يرد. نعم. ولا حد عندنا من الرئاسة لكي يرد. لكن أنا أرجع أيضا للنقطة الأساسية التي يتمنى أن يسمعها الناس الآن وحتى المراقبين داخل اليمن وخارجها. سيادة اللواء، هل أنت مستعد لأن تضع يدك بيد الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو الرئيس الشرعي لتجاوز كل هذا الأمر؟ خلينا من الحكومة الآن، أنا أتحدث عن الرئيس هادي. كلامك واضح الله يرضى عليك، نحن مستعدين في حالة أنه يكون ضامن التحالف العربي بيننا،
مستعدين نضع يدنا بيده، لأن قد حاولنا وأدينا يمين دستوري أمامه. سليم. عندما كنا محافظين عدن، وهو من أقال يعني محافظ عدن أو محافظين آخرين بسبب أنهم حاملين لقضية الجنوب. إذن يا سيدي، وإحنا على الهواء مباشرة وعبر برنامج اليمن في أسبوع، ها هو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي مستعد لأن يضع يده بيد الرئاسة اليمنية، بيد فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ونتمنى حتى على الإخوان في الرئاسة اليمنية أن يلتقطوا الخيط وأن يرعى التحالف هكذا لكي نخلص من هذه المعمعة ونخلص من المفسدين.